ساعة مع الأيام والأحداث والذكريات وأمين صبري في حديث الذكريات. أيها الإخوة، في هذه الحلقة من برنامج حديث الذكريات التي نستضيف فيها السيد الدكتور بطرس غالي وزير الدولة للشؤون الخارجية، نعود بذكرياته وذكرياتنا معه إلى فترة مسيرة السلام التي ننعم بثمراتها ونحن نحتفل اليوم بالعيد الأول لعودة سيناء بالكامل إلى مصر وتحرير كل شبر فيها، وذكريات مسيرة السلام التي تجسد لنا وللأمة العربية الأسلوب العملي لتحقيق الأهداف الوطنية والقومية في استرداد الحق وتحرير الأرض. وأن هذه المسيرة سواء كانت حربا في أكتوبر عام 1973 أو مفاوضات شاقة منذ مبادرة السلام، كانت حريصة دائما إلى الهدف مهما تنوعت أساليب الوصول، تكريما لكل جهد بذل في ميدان القتال والمفاوضات. واسترجاعا لكل هذه الذكريات المجيدة، نقضي هذه الساعة من حديث الذكريات مع أحد القريبين من مسيرة السلام، مع السيد الدكتور بطرس غالي وزير الدولة للشؤون الخارجية. سيادة الدكتور بطرس غالي وزير الدولة للشؤون الخارجية، احنا في هذه الحلقة من حديث الذكريات هي حلقة خاصة بمناسبة الاحتفال بعودة سيناء بالكامل إلى مصر الحبيبة. أولا بقول لحضرتك كل عام وسيادتك بخير. كل عام وانت طيبة يا ستي. يعني أنا بتصور إن احنا نخصص هذه الحلقة لصفحات أو ومضات من تاريخنا منذ المبادرة أو منذ انطلاقة فكرة السلام عندما أطلقها السيد الرئيس الراحل السيد أنور السادات في مجلس الشعب في 16 أكتوبر. لو نبدأ بهذه الصفحة، كان هذه الطلقة التي أطلقها كان إيه رد فعلها وإيه صداها خاصة بعد العبور؟ في الواقع كنت في البرلمان عندما باعتباري وزير دولة، عندما تحدث الرئيس أنور السادات، وعندما ذكر في حديثه أنه مستعد أن يذهب إلى القدس لو كان هذا الذهاب إلى القدس قد يؤدي إلى السلام في المنطقة. وفي الواقع كعضو في الوزارة لم أنتبه إلى المعنى الحقيقي لذلك، ولو أن بدأت المناقشات تدور حول أن هذه العبارة قد تحتوي تحرك دبلوماسي. يضاف إلى ذلك أن بعد هذه الكلمة ببضعة أيام جاءني صحفي يهودي أمريكي وطلب مني أن أتصل مع الرئاسة لكي يستطيع الرئيس أن يقابله، والهدف من هذه المقابلة إرسال برقية إلى القدس، حيث هناك اجتماع لمجموعة من الخبراء بنقشوا قضية السلام، ومنهم رئيس وزراء فرنسا السابق مانديلس فرانس. مجموعة من الخبراء لهم مجلة خاصة إسرائيلية اسمها مجلة نيو أوتلوك، فأرسلت برقية إلى الرئيس. الاتصال بين الرئاسة يتم عن طريق التلكس، حيث أقترح عليه مقابلة هذا الصحفي، والصحفي طلب مني أن الرئيس يرسل رسالة برقية إلى القدس لكي يهني هذا أو افتتاح تقرأ هذه البرقية في افتتاح هذا المؤتمر الذي سينعقد في القدس. وهذا المؤتمر كان مؤتمر للسلام عامة ولا مؤتمر للسلام بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط؟ مؤتمر للسلام بالنسبة للشرق الأوسط، وكان مؤتمر بينعقد مع مجموعة من الإسرائيليين
ومجموعة من القيادات الأجنبية. وللأسف لم يكن ممثل فيها أي طرف ولا أي رأي عربي، رغم أن هذه المشكلة مشكلتنا نحن. في الواقع كان هناك بعض المجموعات الفلسطينية اليسارية الموجودة داخل إسرائيل التي اشتركت في هذا المؤتمر. فأرسلت برقية، وأنا طبعا كنت عارف مقدما أن الرئاسة لا يمكن أن تقبل أن نرسل برقية إلى القدس. وإذ أفاجأ أن بيجي لي رد أن الرئيس لا مانع له من إرسال هذه البرقية التي ستقرأ عند افتتاح المؤتمر، وطلب مني إعداد هذه البرقية. وبالتالي أدركت أن هناك تحول كبير في الدبلوماسية المصرية، وربطت بين موافقة الرئيس في إرسال هذه البرقية وبين الكلمة التي عبر أو قال بها في مجلس الشعب. كتبت البرقية وأرسلت نص البرقية إلى الرئاسة، واقترحت أن هناك 3 وسائل لتوصل هذه البرقية، إما عن طريق دولة اشتراكية وتبقى مثلا رومانيا، لأن لنا علاقات خاصة مع رومانيا، أو دولة غربية، واقترحت أن تكون هذه البرقية تقدم من خلال الدبلوماسي الفرنسي الموجود في إسرائيل، أو طريق مباشر. وأحسن وسيلة أن السفير المصري الموجود في قبرص يرسل البرقية إلى القدس. بعد 2 ساعات وصل رد من الرئاسة تقول أننا نوافق على البرقية أو على الكلمة التي أعدت، ونوافق على أن ترسل هذه الكلمة عن طريق السفارة المصرية في قبرص. إذن كان في تحول بالفعل في وجهة النظر المصرية انطلاقا من النجاح في العبور. يعني لولا هذا النجاح ولولا حرب أكتوبر يمكن ما أعتقدش. لا شك أن لا يمكن تحرك دبلوماسي أو لا يمكن قبول الحوار إذا كان طرف مهزوم. بمعنى آخر، الحوار الدبلوماسي أو التفاوض يتطلب حد أدنى من المساواة بين الطرفين، فإذا وجد طرف مهزوم يريد أن يتفاوض مع طرف منتصر فحينئذ ما يبقاش حوار، يبقى إرادة المنتصر التي تملى على المهزوم. ولكن انتصار مصر في حرب أكتوبر أدى إلى مساواة بين الجانب المصري وبين الجانب الإسرائيلي، ومن خلال تلك المساواة نستطيع أن ننتقل من مرحلة المواجهة العسكرية إلى مرحلة المواجهة الدبلوماسية. بمعنى آخر، من مستلزمات المواجهة الدبلوماسية أن يوجد نوع من المساواة بين الطرفين، وهذه المساواة قد تحققت عندما انتصر الجيش المصري في أكتوبر، في حرب أكتوبر. وبالتالي بعد بدأت فك الاشتباك الأول وفك الاشتباك الثاني، هذه الاتفاقات كانت كلها اتفاقات تمهيدية للوصول إلى معاهدة أو اتفاق سلام بين الدولتين. هذا كان يحتاج إلى تمهيد. التمهيد بدأ عن طريق هذه البرقية، التمهيد بدأ عن طريق الخطبة التي ألقاها الرئيس أنور السادات في البرلمان، التمهيد بدأ بالإعلان أن هناك زيارة إلى القدس. ثم تمت الزيارة، وهذه الزيارة تعتبر بمثابة ثورة ثقافية في ثورة دبلوماسية جديدة، بمثابة ثورة ثقافية في الفن الدبلوماسي. طب نتوقف عند هذه الثورة اللي حضرتك بتطلق عليها هذا اللفظ أو هذا التعبير إنها ثورة دبلوماسية. يمكن ده لفظ جديد، وسيادتك خير من يحدثنا عن هذه الثورة بما إن حضرتك من المشاركين فيها بالقطع والقريبين منها جدا. في الواقع إنها ثورة دبلوماسية لأن الهدف الأساسي منها هو كان التغلب على أزمة الثقة بين الطرفين، وأزمة الثقة بين الجانب المصري من ناحية والجانب الإسرائيلي من ناحية أخرى. عندما تقع حرب بين دولتين، على سبيل المثال حرب بين فرنسا وبين ألمانيا، نجد أن الصلح عملية إلى حد ما
طبعا الصلح أو مفاوضات الصلح عملية صعبة، ولكن الصلح جائز لأن الشعب الألماني له معلومات عن الشعب الفرنسي، والشعب الفرنسي له معلومات عن الشعب الألماني. ولكن هناك بالنسبة للعلاقة بين مصر وإسرائيل كانت هناك قطيعة تامة، فالشعب الإسرائيلي لا يلم شيء عن الشعب المصري، كما أن الشعب المصري لا يلم شيء عن الشعب الإسرائيلي. فكان لابد من عملية ثورية للتغلب على أزمة الثقة العميقة، ومصدر الأزمة هذه هو عدم معرفة كل من الطرفين بالآخر. فهذا كان الهدف الأول، هو أن نؤكد للجانب الإسرائيلي أن مصر فعلا تريد السلام، والجانب الإسرائيلي جانب معزول إلى حد ما داخل المجتمع المنطقة، وبالتالي عنده شك، وفعلا كان عنده شك إن هذه الرحلة أو تلك الزيارة التاريخية ليست هي إلا مناورة لإعداد مواجهة عسكرية قادمة أو لإعداد أسلوب جديد للتحرك، وأن النية المصرية نية غير سليمة، إنها ترمي إلى ترفض فكرة السلام مع إسرائيل. فالهدف الأول من هذه الزيارة كيف نقنع الجانب الآخر أن هناك نية حقيقية من الجانب المصري لعقد معاهدة السلام، وأن كيف نقنع الجانب الآخر أن هذه ليست مناورة، بل هذه فعلا فكرة الانتقال من مرحلة المواجهة إلى مرحلة الحوار. فكان لابد من هذا الإجراء التاريخي أو من هذه الثورة الدبلوماسية حتى يستطيع الشعب الإسرائيلي، حتى تستطيع القيادة الإسرائيلية أن تتغلب على الأزمة وعلى الخوف وعلى عدم الاطمئنان وعلى الشك الذي يلازم الشعب الإسرائيلي بسبب عزلته وبسبب السوابق التاريخية حيث اضطهد في أوروبا وفي مختلف أنحاء من العالم. فهذه هو كان الغرض الحقيقي، والهدف من هذه الزيارة كان مجرد إعطاء تلك الصدمة الكهربائية على المستوى الدولي، وإقناع إلى جانب إقناع الرأي العام الإسرائيلي والقيادة السياسية الإسرائيلي، إقناع المجتمع الدولي أن مصر تريد السلام وأن مصر ستسعى من أجل تحقيق هذا السلام، خاصة أن الهدف هو استرداد الأرض بكل الوسائل، يعني مش الهدف الحرب في حد ذاتها، يعني لأنه عمر الحرب ما كانت هدف ولكنها هي وسيلة لهدف. لا شك من هذا، والدبلوماسية وسيلة أخرى بالزبط. والتفاوض وسيلة أخرى. فأدي الهدف الحقيقي من هذه الزيارة. لو سمحت لي يا فندم، أنا عايز أقول إن يعني هذه الزيارة يمكن زي سيادتك ما ذكرت هي تعتبر بمثابة ثورة بالفعل، لأن لو نرجع بالذاكرة إلى الوراء ونرى إن سنوات مرت في محاولة تفاوض على مثلا شكل مائدة التفاوض، هل ستكون مستديرة؟ أين سيجلس الطرف العربي؟ أين سيجلس الطرف الإسرائيلي؟ هل سيكون في الفندق ومن خلال يعني اتصال غير مباشر ولا مباشر؟ سنوات في مؤتمر جنيف وغيره. لا، أنا برضو هقول حاجة تانية، إن الجانب الإسرائيلي والجانب المصري أثناء هذه المفاوضات ما كانش يثق إلى فكرة السلام. يعني فكرة السلام لم تتبلور في رأيي إلا بعد زيارة الرئيس السادات. قبل ذلك تلك المفاوضات حول شكل المائدة، حول من سيمثل من، أو حول جدول الأعمال، كانت تعبر في الواقع عن أزمة الثقة العميقة الموجودة لدى كل من الجانبين. فبالتالي كان لابد من إجراء ثوري للتغلب على هذه الأزمة. وفي الواقع سنجد أن رغم هذه الزيارة كان لابد من أسابيع من المفاوضات حتى استطاع الجانب الإسرائيلي أن يتغلب على أزمة الثقة العميقة الموجودة لديه تجاه العرب عامة وتجاه مصر خاصة. وبالحقيقة
لم نتغلب على أزمة الثقة هذه إلا أثناء مفاوضات كامب ديفيد. قبل ذلك المفاوضات التي دارت، سواء كانت المفاوضات التي دارت هنا في القاهرة في المؤتمر التحضيري الذي انعقد في بداية ديسمبر 77، أو في المفاوضات التي دارت بين الجانب المصري والجانب الإسرائيلي في الإسماعيلية يوم 25 ديسمبر و26 ديسمبر، أو المفاوضات التي دارت من خلال اللجنة السياسية التي أنشئت والتي دارت في منتصف يناير 78، أو المفاوضات العسكرية التي دارت بين الجانب العسكري الإسرائيلي والجانب العسكري المصري، نجد أن هذه المفاوضات كلها رغم زيارة الرئيس السادات إلى القدس كان يكتنفها نوع من عدم الثقة بين الأطراف المعنية. ولكن هذه المفاوضات ساعدت أو مهدت للتغلب على هذه الأزمة، والمفاوضات التي تمت في كامب ديفيد كانت بمثابة ختام لأزمة الثقة التي كانت تلازم كل من الجانبين أثناء هذه المفاوضات، والتي كانت تجعل أن الجانب الإسرائيلي يرى أن هذه المفاوضات ليست إلا تكتيك وليست إلا حيلة من أجل الاستعداد لمواجهة عسكرية قادمة. طب سيادة الدكتور بطرس غالي، لو حضرتك تعود أيضا بالذاكرة إلى بعض ذكريات هذه الفترة، وهي فترة زيارة القدس والمبادرة مبادرة السيد الرئيس الراحل أنور السادات، بعض الذكريات يعني اللي يمكن يعني حضرتك من خلال احتكاكك المباشر بها في ذكريات تستطيع أن تتوقف عندها مع السادة المستمعين، وإحنا نستعيد الآن ذكرى هذه الأيام التي أعادت إلينا سيناء بالكامل. في الواقع من هذه الذكريات أن اتصلت مع الرئيس أنور السادات واقترحت عليه أن ننتهز فرصة هذه الزيارة لكي نطلب من الجانب الإسرائيلي بعض التسهيلات للشعب الفلسطيني، كمثلا الإفراج عن بعض المسجونين السياسيين، أو كعودة بعض العائلات في الضفة والقطاع. يعني كان تفكيري أن يجب أن نستغل هذه الزيارة لكي ننال مكاسب عاجلة للشعب الفلسطيني. ووجدت أن الرئيس قد رفض وقال أنت مش فاهم الهدف الحقيقي من هذه الزيارة. ليس الهدف الحقيقي من هذه الزيارة أن ننال بعض المكاسب العاجلة أو أن ننال بعض المكاسب الضئيلة. الهدف من هذه الزيارة أن نتغلب على أزمة الثقة، فلا نستطيع أن نطلب شيء. الزيارة لها معنى من حيث هي، ونرفض أن نبدأ التفاوض في بعض التفاصيل والمفاوضات التي ستتصل أو ستتم فيما بعد هي التي ستعطي لمصر المكاسب المنشودة، هي التي ستعطي للشعب الفلسطيني المكاسب المنشودة. يجب أن لا نطلب شيء أثناء الزيارة، يجب أن تكون الزيارة لها مغزى تاريخي من حيث هي، وأن اتجهنا إلى العدو وقلنا لهذا العدو إننا نريد السلام ونؤمن بالسلام، ونرى أن الحوار هي الوسيلة التي بمقتضاها نستطيع أن نحقق السلام. طب أيضا يعني هل صادفت هذه الزيارة بالنسبة لحضرتك مواقف معينة يعني نود أن نتعرف عليها؟ طبعا لا شك أن في هذه الزيارة بدأت المفاوضات، بدأت اتصالات مع عايزر وايزمان، مع نائب رئيس الوزراء إيجال يدين. هذه المفاوضات التي دارت أثناء وجودنا في فندق داوود اللي كان موجود هناك كانت بداية الحوار، لأن طبعا الجانب الإسرائيلي بالنسبة للمصري شخص غريب، شخص ينتمي إلى عالم آخر، هو العدو. فكيف أستطيع أن أتكلم لهذا العدو؟ كيف أستطيع أن أحاور هذا العدو؟ وبعد محادثات دارت لغاية بدأت هذه المحادثات، كان من الجانب المصري الدكتور مصطفى خليل وأنا، ومن الجانب الإسرائيلي عزرا وايزمان كان وقتها وزير الدفاع، وإيجال يدين كان نائب رئيس وزراء. دارت هذه المفاوضات من الساعة
9 بعد العشاء حتى الساعة 1 صباحا. فهذه تعتبر بمثابة الخطوة الأولى عن طريق تلك الاتصالات الشخصية، عن طريق تبادل الآراء، عن طريق تبادل بعض المفاهيم، استطعنا أن نجد أن العدو ما هو إلا إنسان أيضا، وأن نستطيع من خلال هذا الحديث أن نتفهم ما هي المخاوف الإسرائيلية، ما هي العقد الإسرائيلية، والجانب الإسرائيلي يستطيع أن يتفهم ما هي المطالب المصرية. وهذه هي كانت بمثابة الخطوة الأولى. طبعا دارت هناك محادثات على مستوى القمة، إذ دارت حوار بين الرئيس السادات ومناخم بيجين، واشتركنا في هذا الحوار، ولكن كانت مجرد اتصالات تمهيدية، لم تبدأ الاتصالات الحقيقية إلا في المؤتمر الذي انعقد في الإسماعيلية في 25 و 26 ديسمبر سنة 77، حيث كانت هناك جلوس حول مائدة مفاوضات، وتقدم الجانب الإسرائيلي بمشروع ورفض الجانب المصري هذا المشروع، وتأزمت الأمور، واتفق كل من الجانبين على حل وسط وإنشاء لجنة سياسية ستنعقد في إسرائيل، وستتناول مناقشة الجوانب السياسية للمصالحة، وإنشاء لجنة عسكرية بين العسكريين من الجانب المصري والجانب الإسرائيلي، وستنعقد تلك اللجنة العسكرية في مصر. وبدأت حينئذ عجلة المفاوضات. وطبعا أصرينا على وجود الجانب الأمريكي. في الواقع لما بدأنا هنا في هذا المكتب في بداية نهاية نوفمبر، وجهت الدعوة إلى كل من الاتحاد السوفيتي، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، إلى منظمة التحرير الفلسطينية، إلى سوريا، إلى لبنان، إلى الأردن، لكي تشترك هذه الدول في مؤتمر تحضيري سينعقد في القاهرة وفي مينهاوس. وهذه الدعوة وجهت، بمعنى آخر وجهت الدعوة إلى منظمة التحرير، والذي استلم هذه الدعوة المكتوبة هو الدجاني، أحمد الدجاني، ممثل المنظمة هنا في القاهرة. وحينئذ قلت للأخ الصديق الدجاني لابد أن تحضر المنظمة في هذا الاجتماع، لأن سيكون بمثابة اعتراف متبادل، ووجود المنظمة حول هذه المائدة سيجبر الجانب الإسرائيلي الذي يريد هذا التفاوض لأول مرة في حياته سيذهب إلى القاهرة وسيتفاوض مع الجانب العربي، فلا بد من الوجود الفلسطيني. وأيضا طلبنا من الجانب السوفيتي أن يحضر أيضا، لأن الإطار لهذه المفاوضات كانت الفكرة مؤتمر تحضيري لمؤتمر جنيف، ونحن كلنا مقيدين بالقرار 242 و 338 الذي ينص على أن لابد من مؤتمر دولي يشترك في هذا المؤتمر الدولي كل من الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية. مع الأسف الجانب الفلسطيني لم يستطع أن يشترك بسبب اختلافات داخل المنظمة. الجانب السوفيتي اعتذر، وجالي السفير بتقديم أسباب الاعتذار، إن هذا مؤتمر تحضيري وليس من حق مصر أن تعقد مؤتمر تحضيري. كان الرد المصري إن ده مؤتمر غير رسمي، ده مجرد مؤتمر انفورمال، مؤتمر غير رسمي للغرض أن نناقش معا ما هي الصعوبات، كيف نستطيع أن نتغلب على تلك الصعوبات من أجل تحضير مؤتمر جنيف الذي كان يمثل حينئذ الهدف أو الإطار الحقيقي للمفاوضات. ولكن مع الأسف وجدنا أن الجانب السوفيتي اعتذر، الجانب السوري لم يرد على الدعوة، الجانب اللبناني اعتذر برضو، قال في الواقع إن ما يقدرش يحضر لأن هو ما كانش مفروض أن يشترك في مؤتمر جنيف، والجانب الأردني قال ما أقدرش أشترك إلا لو اشتركت الدول العربية الأخرى. وبالتالي نجد أن الدول التي اشتركت كان الولايات المتحدة التي وافقت على الدعوة، الأمم المتحدة التي وافقت على الدعوة، الجانب الإسرائيلي والجانب المصري. وفي الواقع جعلنا المائدة المستديرة التي كانت موجودة في المينهاوس، جعلنا أسامي الدول موجودة وأعلام هذه الدول موجودة، لأن كان لدينا الأمل أن في آخر لحظة
سيصل مندوب المنظمة وسيصل مندوب لبنان ومندوب سوريا ومندوب الأردن. مع الأسف ما اشتركوش، وبالتالي الأسلوب أو الاتجاه نحو تحضير مؤتمر جنيف إلى حد ما هذا الاتجاه قد تلاشى بسبب عدم اشتراك الدول العربية وعدم اشتراك منظمة التحرير الفلسطينية وعدم اشتراك الجانب السوفيتي، واتجه التفاوض من التحضير لمؤتمر جنيف إلى أسلوب آخر، وهو المفاوضات المباشرة مع الجانب الإسرائيلي ومع وجود الجانب الأمريكي، وأصرينا على وجود ممثل الأمم المتحدة في كل المفاوضات. ولكن وجدنا بعد ذلك أن الدول العربية ضغطت على الأمم المتحدة لكي لا تشترك في هذه المفاوضات حتى تستطيع أن تتهم مصر بأنها اتجهت إلى الحل المنفرد أو إلى المفاوضات الثنائية، بينما الجانب المصري كان يحاول أن يعطي صبغة المفاوضات الجماعية، ومن ذلك إصرار الجانب المصري على وجود الولايات المتحدة الأمريكية، إصرار الجانب المصري على وجود الأمم المتحدة أو ممثل الأمم المتحدة، وأمل الجانب المصري أن بعض الدول العربية قد تشترك في هذه المفاوضات. ولذلك سنجد أن الإصرار الجانب المصري على الوجود الأمريكي هو إعطاء الطابع الجماعي لهذه المفاوضات، تجنب الطابع الثنائي. طب أنا كنت عايزة يعني أتوقف مع سيادتك عن ردود فعل العالم تجاه بعد زيارة القدس. يعني أنا بتصور وسيادتك قريب من تطورات العالمية والأحداث العالمية وردود الفعل خاصة في الإعلام العالمي، يعني هل نظرة العالم اختلفت لينا قبل حرب أكتوبر والمبادرة عن بعدها؟ في الواقع بعد الزيارة كلفت من قبل الرئيس السادات بعقد اجتماعات مع سفراء الدول لشرح أبعاد هذه الزيارة. وهنا في وزارة الخارجية عملت اجتماع مع سفراء الدول العربية وشرحت لهم ما هي أبعاد هذه الزيارة، أن الهدف الأساسي من هذه الزيارة هو التغلب على أزمة الثقة، وأن من خلال هذا التغلب قد نعطي دفع جديد لعملية السلام من خلال مؤتمر جنيف ومن خلال تطبيق القرارات الأمم المتحدة، القرار 242 والقرار 338. برضو اتصلت مع السفراء الدول الأوروبية، مع السفراء الدول الأفريقية، لكي نشرح الأبعاد الحقيقية لتلك الثورة الدبلوماسية. ولا شك أن وجدنا الصعوبة، لأن أي ثورة تحتاج إلى وقت لكي يستطيع الرأي العام استيعاب أبعاد هذه الثورة. ووجدت أن نوع من عدم الفهم لدى كثير من الأطراف المعنية بالأزمة، سواء بسبب الثورة إنها حاجة جديدة، أو بسواء أزمة ثقة موجهة ضد مصر، إن مصر تتجه حول الحل المنفرد رغم الانتصار في حرب أكتوبر. ده كان المفروض يبقى نظرة غير كده تماما. رغم الانتصار في الحرب أكتوبر، رغم التضامن اللي كان موجود بين الدول العربية في حرب أكتوبر، والتضامن الذي كان المفروض أن يستمر في عملية السلام، رغم الدعوة التي وجهت إلى الدول العربية لكي تشترك في هذا المؤتمر، رغم المساعي التي بذلت مع هذه الدول لكي نقنعها أن تشترك في هذا المؤتمر. لو كانت اشتركت دول عربية أو بعض الدول العربية في المؤتمر، ولو كانت اشتركت المنظمة في هذا المؤتمر التحضيري، كان حقق الهدف الحقيقي اللي الدول العربية بتحاول أن تسعى الآن أن تحققه، وهو اتصال مباشر بين الشعب الفلسطيني والحكومة الإسرائيلية، لأن هذا الاتصال المباشر سيعني اعتراف الجانب الإسرائيلي بالوجود الفلسطيني. مع الأسف لم ننجح في إقناع الدول العربية أو بعض الدول العربية، ولم ننجح في إقناع المنظمة التحرير الفلسطينية لكي تشترك في هذا المؤتمر
التمهيدي. طبعا كان عندنا الأمل أن في المرحلة اللاحقة عندما ستتبلور أبعاد التحرك الدبلوماسي المصري أن الدول العربية الأخرى ستشترك. وفي الواقع لو رجعنا إلى وثائق كامب ديفيد سنجد أن الأردن لها دور أساسي في المفاوضات القادمة، وأن الشعب الفلسطيني له دور أساسي. فأيضا حتى في المرحلة الأخيرة لهذه المفاوضات هي الوثيقة وهي اتفاقات كامب ديفيد، نجد أن اتفاقات كامب ديفيد قائمة على تفكير على وجود أطراف، 4 أطراف. الجانب المصري باعتباره أنه هو الذي كان مسؤول عن قطاع غزة قبل يونيو 67، الجانب الأردني باعتباره أنه هو كان مسؤول عن الضفة الغربية قبل يونيو 67، الجانب الأمريكي باعتباره أن القرارات 242 و 338 كان المفروض أن الجانب السوفيتي يجي ولكن ما جاش، والجانب الإسرائيلي. فقرارات كامب ديفيد كانت قائمة أصلا على قرارات الأمم المتحدة. القرار 242 العودة إلى الأوضاع، لو رجعنا إلى فلسفة القرار 242 إيه هو الفلسفة؟ انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي تم احتلالها بعد 5 يونيو 67. بمعنى آخر نريد أن نعود إلى الوضع الذي كان سائدا قبل 67. الوضع الذي كان سائدا قبل 67 أن هناك وجود مصري في غزة ووجود أردني في الضفة الغربية، وبالتالي لابد أن الجانب الأردني والجانب المصري يشتركوا في هذه المفاوضات المتعلقة بمستقبل الأرض الفلسطينية. أضفنا عنصر جديد ما كانش موجود في القرارات 242، أن الجانب الفلسطيني يجب أن يشترك في هذه المفاوضات. طبعا هنا وجدنا صعوبة، الجانب الإسرائيلي يرفض التفاوض مع المنظمة. للتغلب على هذه الصعوبة قلنا أن سنبدأ كخطوة أولى بالفلسطينيين الموجودين في الضفة والقطاع، هم الذين سيشتركوا في هذه المفاوضات، هم الذين سيكونوا هيئة فلسطينية، حكومة فلسطينية مؤقتة في إطار مرحلة انتقالية. وعندما ستقوم هذه الهيئة الفلسطينية هي التي ستتفاوض مع الجانب الإسرائيلي بمساعدة أو باشتراك الجانب الأردني والجانب المصري. سيد الدكتور بطرس غالي وزير الدولة للشؤون الخارجية، نحن نعلم أن أحيانا تكون المفاوضات بعد انتهاء الحروب قد تكون في أحيان كثيرة أشرس من الحرب ذاتها، فسيادتك وأنت قريب ومشارك في هذه المفاوضات التي تمت بيننا وبين الطرف الإسرائيلي والتي انتهت باسترداد سيناء بالكامل وعودتها إلى مصر الأم، لو حضرتك تحكي لنا بعض المواقف التي يعني واجهتها في هذه المفاوضات، ونحن نعلم أن العائق والمسؤولية كانت كبيرة جدا على أكتاف حضرتك، لأنه أيضا الدبلوماسية هنا لها دور وباع كبير في هذه المسألة. لا شك أن المفاوضات تكاد تكون في كثير من الحالات أعنف بكثير من المواجهة العسكرية، ولكن هنا لا يجب أن يقال أنها مفاوضات سلمية، يعني ما بنضربش بعض، فدي ناحية أساسية. هنا الجانب الحضاري، أيوة الجانب الحضاري أننا اتفقنا أن هذا الخلاف أو تلك المواجهة نستطيع تسويتها بطريقة سلمية، بطريقة التفاوض. ونفس الفكرة الموجودة لما يقوم خلاف بين النقابة من العمال وصاحب مصنع، الأسلوب الموجود في الوقت الحاضر في الدول المتقدمة ليست أن ثورة والعمال يحرقوا المصنع، يدخلوا في مفاوضات قد تقعد لها شهر، شهرين، سنة، سنتين بين أصحاب المصنع أو الذين يمثلون أصحاب المصنع وبين العمال الذين يعملون في هذا المصنع، والمفاوضات تستمر 6 أشهر، سنة، قد يكون هناك إضراب ولكن ما فيش تخريب للمصنع. فنفس الفكرة موجودة النهاردة، أن لابد أن نجلس حول نفس المائدة ونحاول أن نتفاوض. المفاوضات قد تطول، قد تكون شرسة، قد تكون صعبة، قد يترتب عليها أزمات حادة، ولكن في جميع هذه الحالات هذه المفاوضات
عمرها ما هتنتقل إلى مواجهة عنيفة إلى حرب. يضاف إلى ذلك عنصر آخر، قد قيل أن هذه المفاوضات قد تكلف بعثات رايحة، بعثات جاية، لوكندات، اتصالات مستمرة. هذه التكاليف أقل بكثير من ثمن أي دبابة أو أي طائرة حربية، وبالتالي حتى من الناحية المادية لا سيما بالنسبة للدول المتخلفة التي لا تستطيع أن تتحمل أعباء الحرب، نجد أن الأسلوب التفاوضي أو الحوار أرخص بكثير من المواجهة العسكرية، حتى من الناحية الاقتصادية يعني. حتى من الناحية الاقتصادية. فلا شك أن هذه المفاوضات طويلة، صعبة، محتاجة إلى كثير من الصبر. هذه المفاوضات معقدة لأن ليست قاصرة على التفاوض بين المفاوض المصري والمفاوض الإسرائيلي. المفاوض المصري مكلف أنه يتصل مع الحكومة بتاعته وأن يقنع الحكومة بتاعته أو الرئاسة بتاعته. المفاوض المصري يجب أن يتصل مع الرأي العام المصري لكي يقنع الرأي العام المصري أن يقبل هذا الاتفاق، أو لكي لا يرفض هذا الاتفاق. فالمفاوضات في حد ذاتها مفاوضات متشعبة. أولا مفاوضات داخل الوفد، قد نجد اختلاف بين أعضاء الوفد، فلان له رأي وفلان له رأي آخر، ولابد أن نتفق فيما بيننا. فهذه مفاوضات داخل أعضاء الوفد. ثانيا مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي. ثالثا مفاوضات بين الوفد المصري وبين القيادة، لأن القيادة موجودة في القاهرة، لابد أن ننال موافقة القيادة، لابد أن نشرح للقيادة ما هي الصعوبات الموجودة على المستوى الميداني، وبعد كده لابد أن نقنع الرأي العام المصري، سواء الرأي العام ممثل في لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان أو في الصحافة، أو إذن هناك نوع من التفاوض المستمر على عدة مستويات. طب نحن نعلم أن الجانب الإسرائيلي أو المفاوض الإسرائيلي على قدر كبير جدا من الذكاء. يعني هل هذا الذكاء الإسرائيلي كان بيقابله عبء أزيد عليكم كمفاوضين؟ والله أنا مش عاوز أمدح في المفاوض المصري، برضو المفاوض المصري على جانب كبير من الذكاء، والمفاوض المصري استطاع أن يواجه، لأن هذه المفاوضات ما كانتش مفاوضات ثنائية، هذه المفاوضات كانت مفاوضات ثلاثية، لأن كان هناك الجانب الإسرائيلي، الجانب الأمريكي، والجانب المصري، فكان لابد من إقناع الجانب الأمريكي حتى نستطيع أن يكون الجانب الأمريكي في صف الجانب المصري بالنسبة للقضية من القضايا. فالمفاوض المصري نجح، له خبرة في التفاوض، له قدرة على الصبر، له القدرة على رؤية مستقبلية للأمور، له قدرة في تحليل أبعاد بعض النصوص القانونية. ونستطيع أن نطمئن أن كما أن القوات العسكرية المصرية لها القدرة أن تحارب ونجحت في حرب أكتوبر، نستطيع أن نقول أن المفاوض المصري له نفس القدرة ويستطيع أن ينجح على الصعيد الدبلوماسي كما نجحت القوات المسلحة على الصعيد العسكري. طب يا ترى في بعض الذكريات الخاصة أثناء هذه المفاوضات اللي يعني نستطيع أن نتعرف عليها بصرف النظر عن طبيعة المفاوضات، ولكن ذكريات خاصة بالسفر، بالمجيء، لا شك أن العلاقات الشخصية بتلعب دور أساسي في هذه المفاوضات. فعلى سبيل المثال كانت هناك علاقات ودية بين المفاوض المصري ووزير الدفاع الإسرائيلي عيزر وايزمان. فهو عيزر وايزمان كان يلعب دور وسيطي لحد ما بين المفاوض المصري وبين موشي ديان. يقول لنا هذا النهارده موشي ديان تعبان او اعصابه مشدوده، وبالتالي انا رايي ان ناجل دلوقتي هذه القضيه بالذات، او نقدر نقول انت الكلام اللي قلته امبارح زعل فلان وانا رايي ان برضه تروح تصالحه، او الصوره العكسيه. يقدر يقول ان المفاوض المصري اتضايق من هذه العبارة، وبالتالي يجب للمفاوض الإسرائيلي أن يحاول أن يلطف الجو. برضو الدور الأمريكي كان دور أساسي، هو كان بمثابة القاسم المشترك. الدور الأمريكي بيفهم ما هي المطالب المصرية،
وما يقولهاش للجانب الإسرائيلي، ثم يبحث ما هي المطالب الإسرائيلية وما يقولهاش للجانب المصري، ويبقى عنده معلومات عن المطالب المصرية والمطالب الإسرائيلية، ويحاول عن طريق هذه المعلومات أن يجد القاسم المشترك الأكبر الذي قد يصلح للتقارب بين الرؤية المصرية والرؤية الإسرائيلية، أو بين المطالب المصرية والمطالب الإسرائيلية. فلا شك أن شخصية كسايروس فانس اللي كان وزير خارجية الولايات المتحدة كانت شخصية لها وزنها ونالت ثقة الأطراف. أهم حاجة في المفاوضات هي كيف ننال الثقة، كيف نستطيع أن نتأكد أن حينما يقول المفاوض الإسرائيلي أنا طالب كذا، إن مفيش وراء هذا الطلب دسيسة معينة. فالثقة أو كيف نستطيع أن نثق في بعض هي المشكلة الأولى في التفاوض، وكيف نطمئن أن الجانب الثالث والجانب الأمريكي ما يبقاش منحاز للجانب الإسرائيلي، أو ما يبقاش عندنا الشعور أن الجانب الأمريكي بينضم مع الجانب الإسرائيلي. فلا شك أن شخصية سايروس فانس ساعدت على ذلك، لأن الجانب الإسرائيلي كان يثق في سايروس فانس، في شخصيته، في قدرته على العدالة، في قدرته على فهم المشاكل القانونية والمشاكل السياسية، والجانب الإسرائيلي برضو كان يثق في شخصية سايروس فانس. ولا شك أن الثقة التي أعطيت من قبل الجانب المصري إلى وزير خارجية الأمريكي، والثقة التي أعطيت من الجانب الإسرائيلي إلى وزير خارجية الولايات المتحدة سايروس فانس ساعدت على التغلب على عشرات من العقبات التي كانت موجودة في هذه المفاوضات أو أثناء هذه المفاوضات. طب احنا ذكرنا ان المفاوضات ايضا لها جانب الصعوبة والشراسة فيها، يعني اصعب اشياء واجهت المفاوض المصري كانت ايه؟ في الواقع أصعب أشياء هي مدة التفاوض، أزمة الثقة، الشعور أننا لن نصل إلى الهدف المنشود. نجد أن صعوبة أخرى أن بعض الصعوبات متصلة بالاتصالات، أن بعد أن نصل إلى حل نجد أن القاهرة أو القيادة في القاهرة غير راضية بهذا الحل. فدي كلها مراحل كانت مراحل صعبة. تقع أزمة، هناك قطع المفاوضات، ويعود الوفد المصري إلى القاهرة ويعود الوفد المصري إلى إسرائيل. هل هذا القطع كان في مصلحة الجانب المصري أو ما كانش في مصلحتنا؟ كان لازم يجب أن نستمر رغم الأزمة التي ظهرت، أو قطع العلاقات أو قطع التفاوض هي الوسيلة التي بمقتضاها نستطيع أن نضغط. متى يجب أن يقف الضغط لكي لا ينقلب ضد مصلحة المفاوض المصري؟ متى نقبل تنازل أو لا نقبل تنازل؟ لأن المفاوضات ما هو إلا تنازلات متبادلة. هل وراء هذا البند سيترتب على هذا البند صعوبات؟ طبعا الجانب المصري كان له مشكلة أخرى، إن مصر مرتبطة مع العالم العربي. كيف تستطيع مصر أن تحافظ بالتزاماتها نحو العالم العربي وفي نفس الوقت تعقد معاهدة السلام مع إسرائيل؟ وجدنا دخلنا في مواجهة شرسة مع الجانب الإسرائيلي، لأن الجانب المصري تمسك، قال أن مصر متمسكة بمعاهدة الضمان الجماعي التي أبرمت بين مصر والبلاد العربية سنة 50. بمعنى آخر، لو وقع اعتداء على سوريا مصر ملتزمة أن تساعد سوريا. فكيف تستطيع أن تساعد سوريا وفي نفس الوقت يكون لها معاهدة سلام مع إسرائيل؟ هناك تناقضات سياسية وقانونية تغلبنا عليها، وفي التغلب على هذه التناقضات كانت ليست عملية سهلة. طب نصل بالذكريات إلى كامب ديفيد، نتوقف عند كامب ديفيد مع ذكريات سيد الدكتور بطرس غالي. كامب ديفيد كانت تجربة جديدة، لأن دخلونا في معسكر معزول عن العالم الخارجي، ليس له أي اتصال بالعالم الخارجي، ودارت على مدى 14 يوم أو 15 يوم اتصالات مستمرة في الصباح، بعد الظهر، بالليل، على مدى عشرات الساعات لكي نصل إلى حل. بمعنى آخر، كان هناك ضغط مرتبط بنفس الجو السياسي السائد في هذا المعسكر من ناحية، ومن ناحية أخرى العزلة التامة عن العالم الخارجي. يعني لا صحافة ولا إذاعة لا صحافة ولا إذاعة ولا الإذن للخروج ولا قدرة على الاتصال بالعالم الخارجي.
وطبعا هذه العزلة ساعدت على إخراج الإعلام عن المفاوضات، لأن أيضا من الصعوبات الموجودة في المفاوضات هو الإعلام. مجرد ما المفاوض المصري كان مفروض عنده اجتماع الساعة 5 مع المفاوض الإسرائيلي، ما راحوش في هذا الاجتماع، على طول تاني يوم الصحافة تقول هناك أزمة خطيرة، بدليل أن الاجتماع اللي كان مفروض أن ينعقد في بلير هاوس الساعة 5 ما انعقدش. يبقى هذه الأزمة ستؤثر على المفاوض المصري، وستؤثر على المفاوض الإسرائيلي، وقد تؤثر على المفاوض الأمريكي، ويبقى جو جديد من عدم الثقة. فكون أن مفاوضات كامب ديفيد دارت خارج دائرة الإعلام وبعيدا عن التأثيرات الإعلامية، سواء كانت تأثيرات صحفية أو تأثيرات حتى تأثير الرأي العام الدولي، ساعدت على الوصول. كامب ديفيد مجرد إطار للعمل يتضمن بعض المبادئ العامة لا تخرج عن المبادئ التي وضعت في القرار 242، لا تخرج عن مبادئ التي وضعت في تصريحات أو في بيان فاس. مرحلة انتقالية، مفاوضات على مراحل مختلفة، مبادئ عامة دون أن ندخل في التفاصيل. دي كانت مجرد إطار زي ما نقول اتفاق تمهيدي يصلح لاتفاقات أخرى ستعقد في المستقبل. طيب هذه العزلة اللي أحيط بها كامب ديفيد، يا ترى كان فكرة العزلة عن الإعلام الخارجي كانت جاءت من أي طرف؟ دي مش فكرة جديدة طبعا، دي فكرة كارتر، ولكن دي فكرة جديدة بعد الحرب العالمية الأولى. وجدوا أن من اتجهوا إلى أسلوب آخر، قال إن الدبلوماسية عادة هي دبلوماسية سرية، وبمعنى آخر الصفقات الدولية والاتفاقات الدولية تتم دون علم الرأي العام. واتجهنا بعد سنة 19 إلى دبلوماسية جديدة تسمى الدبلوماسية المفتوحة أو دبلوماسية المؤتمرات، وبالتالي اشترك الإعلام في المفاوضات، مما أضاف عقبة جديدة في التفاوض. لأن إلى جانب التفاوض هناك تفاوض مع الإعلام، هناك مواجهة الإعلام، وترتب على ذلك صعوبات جديدة في فن التفاوض. فعندما فكر كارتر إلى عقد مؤتمر أو عقد الاجتماع في كامب ديفيد، رجع تاني إلى الأسلوب الذي كان سائد قبل سنة 19، وهي الدبلوماسية الهادئة أو حتى الدبلوماسية السرية على الأقل أثناء التفاوض. بعد كده كل حاجة هتتعرف، ولكن في مرحلة التفاوض يستحسن أن يستبعد الإعلام عن عملية التفاوض. بعد ما ينتهي التفاوض فيناقش الرأي العام وما هي بنود الاتفاق، ما هي أبعاد هذا الاتفاق، ويستطيع أن يوافق أو يستطيع أن يرفض. ولكن أثناء عملية التفاوض لو أردنا أن ينجح التفاوض يجب بقدر الإمكان أن يكون التفاوض داخل حجرة، وأن نبعد الرأي العام والصحافة والإعلام عن التفاصيل هذا التفاوض، وإلا يبقى المفاوض هيضطر يتمسك بمواقف جامدة لإرضاء الرأي العام أو خوفا من الرأي العام. طب هو أثناء التفاوض في كامب ديفيد يمكن كان أنفاس العالم كلها يعني وأعصابه مشدودة، ورغم هذه العزلة إلا أن يمكن كل عين وكل أذن وكل فكر خاصة معني بهذه العملية كان مرتبط بماذا يدور في كامب ديفيد. الأعصاب مشدودة برا، هل كانت الأعصاب مشدودة جوه؟ لا شك أن الأعصاب كانت مشدودة جوه طبعا، لأن العزلة بتعمل ضغط وإلى جانب هذا الضغط نفس ضغط التفاوض. هل سننجح أو هل المفاوضات هتنقطع؟ وإذا انقطعت ما هي نتائج هذا الانقطاع؟ وإذا نجحت إيه هي أبعاد هذا النجاح؟ وهذه المفاوضات ليست إلا مفاوضات تمهيدية، سيالي بعد ذلك مفاوضات خاصة بالمعاهدة المصرية الإسرائيلية، ثم معاهدات خاصة بمستقبل الأراضي الفلسطينية، ثم مفاوضات خاصة بالجولان، ثم مفاوضات خاصة بالسلام الشامل والعادل في المنطقة. فكامب ديفيد كانت الخطوة الأولى فقط، ووفقا لمنطق كامب ديفيد هناك عشرات من الخطوات يجب أن تلي هذه الخطوة الأولى. يعني على نجاحها سوف يتم نجاحات أخرى. على نجاحها سوف يتم نجاحات أخرى، على الأقل هو فتح الباب لاستمرارية التفاوض. طب يمكن لو نرجع بالذاكرة أيضا لما قبل 73 بنقول إن كان بعض الدعايات المغرضة على مصر وعلى العالم العربي إننا
لا نريد السلام ولكننا نريد الحرب ونريد قصف إسرائيل في البحر وما إلى ذلك. بعد أكتوبر وبعد معاهدة السلام ومبادرة السلام التي انطلقت من مصر، وبعد الأسلوب الحضاري اللي حضرتك ذكرته وهو أسلوب التفاوض والمفاوضات، حيث أن الحرب ليست هدفا في حد ذاتها ولكن الهدف هو استرداد الأرض والحقوق بكل الأساليب المشروعة، فهل نظرة العالم لينا، العالم المتحضر لينا، تغيرت؟ لا شك، لا شك أن نجد هناك إجماع أن مصر لعبت دور ريادي وقيادي على الصعيد الإقليمي وعلى الصعيد الدولي. يعني في أفريقيا، في أمريكا اللاتينية، في آسيا، جميع دول العالم تقول يا ريت نستفيد بتلك التجربة المصرية، بتلك القدوة المصرية في المحافل الدولية. فلا شك أن هذا النجاح لا مثيل له، إن استطعنا أن نجد حل سلمي لمواجهة دامت 30 و 40 سنة. وهذا النجاح هو نجاح من أجل السلام، من أجل أسلوب حضاري جديد هو تسوية المنازعات بالطرق السلبية، والأسلوب ده سجل في المواثيق الدولية إلا من النادر أن يطبق مع الأسف. طب يعني عايز أقول إنه بعد نجاح المفاوض المصري والوفد المصري ومصر في استرداد حقوقها، هل نستطيع أن نأمل أن هذا الأسلوب الحضاري التي انتهجته مصر بعد انتصارها في حرب أكتوبر ومفاوضات السلام ومعاهدة السلام، هل نستطيع أن احنا نأمل ونحلم بأن سوف يتم شيء من هذا القبيل لباقي الأرض العربية سواء في الضفة ولا؟ لا شك، لا شك. هدف الدبلوماسية المصرية أن نستمر في التفاوض، أن نتغلب على العقبات الجديدة، وسوف تظهر عقبات جديدة ولكن يجب أن نتغلب عليها، وأن يستمر التفاوض، أن يستمر أسلوب الحوار مهما كانت الصعوبات، لأن لا بديل لهذا الأسلوب. لا بديل لهذا الأسلوب، وبالتالي ما دام لا بديل لهذا الأسلوب فيجب أن يستمر التفاوض، يجب أن تستمر الاتصالات الدبلوماسية، يجب أن يستمر الحوار، يجب أن يستمر عملية إقناع الطرف الآخر بأن من مصلحته أن يقبل التفاوض، أن يقبل التراضي، أن يقبل الحل الوسط، ومن خلال هذا الحل الوسط نستطيع أن نبني السلام في المنطقة. السيد الدكتور بطرس غالي وزير الدولة للشؤون الخارجية، نستطيع أن احنا في نهاية برنامج حديث الذكريات أن نقول مرة أخرى لسيادتك كل سنة وحضرتك طيب، وكل سنة نتمنى نقابل حضرتك بمزيد من انتصار العربي وبمزيد من استرداد الحق والأرض والتراب العربي، يمكن بالأسلوب الحضاري اللي انتهجته مصر وكانت رائدة فيه إن شاء الله. شكرا. شكرا دكتور. شكرا. صاحبتكم أمينة صبري في ساعة كاملة مع الأيام والذكريات والأحداث في حديث الذكريات.